عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم للفيديوهات، معلش على تقصير اليومين اللي فاتوا لظروف خاصة. رجعت لكم للفيديوهات وان شاء الله معانا الفيديو اليومي اخر قرارات تصريحات وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، ده هتلاقوه يوميا على الساعة 9 كده بينزل لكم. طيب معانا خبر النهاردة عاجل تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس تاني. والاشاعة ما انت عملت لنا فيديو عليه، لا ده بجد، الفيديو ده بجد على فكرة. طيب تعالوا نشوف، نسيبنا بس من البنت اللي بتاكل مصاصة في حوش المدرسة ده. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطوا اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الطلبة. اول خبر معايا، بدء العام الدراسي الجديد. قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى، وذلك ولمدة أسبوع. يعني اللي هو عايز يحول من المحافظات التانية للقاهرة هيقدر يحول، على أن يبدأ من يوم الأحد 27 أغسطس ليوم 2 سبتمبر، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور. يعني اللي عايز يحول من محافظة للقاهرة والكلام ده كله تقدروا تفتح تاني، تمام؟ عشان السؤال ده بيجيلي كتير جدا. طيب، ومن المنتظر أن يتم فتح صفحة التحويلات على موقع المديرية يوم الأحد القادم مرة أخرى لمدة أسبوع، يبدأ من يوم الأحد 27 أغسطس ليوم السبت 2 سبتمبر. وكانت مديرية التربية والتعليم أغلقت باب التحويلات للتلاميذ بين المدارس والمحافظات الثلاثاء الماضي، لكن فتحته تاني، تمام؟ تعالوا بقى للجزء المهم اللي احنا عايزين نتكلم عليه. معلش ده مهم جدا فحبيت أقوله لأن بتجيلي أسئلة عليه كتير. تأجيل العام الدراسي الجديد. أجلت بعض المدارس الدولية والخاصة موعد بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد لمدة أسبوع، لتصبح يوم 18 سبتمبر بدل من 11 سبتمبر المقبل. تمام كده؟ ايه ده قبل ميعادنا. ايوه، هي مش دي مدارس طلبة كتير جدا في المدارس الدولية وفي المدارس الخاصة. في مدارس هتبتدي قبليكم، قبل الحكومة، تم تأجيلها بالفعل أسبوع، هتبقى 18 بدل 11. هي كانت هتدخل 11، لا اتأجلت بقت 18، يعني اتأجلت أسبوع. وأرسلت بعض المدارس الدولية جدولا معدلا لموعد بدء الدراسة ليكون 18 سبتمبر هو أول أيام الدراسة في العام الدراسي الجديد. طيب، وزارة التربية والتعليم أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد إن هو هيبتدي من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر لغاية 8 يونيو، تمام، لجميع المراحل التعليمية المختلفة، المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير. أما بالنسبة لكورونا، الصحة بتنفي التأجيل عشان كورونا، عشان متحول الكورونا الجديد. أوضح حسام عبد الغفار تفاصيل اكتشاف أول إصابتين بمتحور كورونا، قال إن الحالتين يعانيان من أعراض الالتهابات النفسية المعروفة، وحقيقة تأجيل المدارس بسبب ذلك غير صحيحة تماما. تمام كده؟ يلا بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أتمنى تكون سنة سعيدة عليكم.